بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى في حلقات برنامج محكمات، ونتناول بإذن الله عز وجل اليوم أيضا آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ونقف فيها بحسب ما يتيسر إن شاء الله من الوقت. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية والأربعين من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نقف إن شاء الله وقفات مع هذه الآية التي جاءت في سياق يخاطب الله سبحانه وتعالى فيه بني إسرائيل بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وفي نفس السياق يقول الله تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، إلى آخر الآيات. ثم أعقب ذلك بقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا بد لنفهم موضوع التلبيس الذي يحصل في موضوع الحق بالباطل، أن نعرف ما هو الحق، لأنه كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وكلمة الحق ترد في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرا وفي سياقات مختلفة، فلا بد للمسلم أن يفهم هذا المعنى، معنى الحق، سواء في إطار اللغة، لغة العرب التي نزل بها القرآن، أو في السياق القرآني. ودائما في هذا البرنامج، برنامج محكمات، اعتمد فكرة أو موضوع السياق الذي ترد فيه اللفظة، لأن بعض الناس يريد مثلا أن يعمم اللفظ في كل القرآن على معنى واحد، وهذا ليس صحيح. ترد أحيانا اللفظة في سياقها وتكون مفهومة في السياق أكثر من أن تأخذها منفردة وتعممها على بقية معاني القرآن كله. فالحق في لغة العرب يعني الثبوت، الأمر الثابت، ويعني الوجوب اللازم، ويعني كذلك المطابقة والمصادقة أو الموافقة والمطابقة، ويعني كذلك ما هو ضد الباطل أو نقيض الباطل، فالحق نقيض الباطل. إذن دي في لغة العرب نلاحظ بأنها تعني الثابت، المستقر، الثابت، الصادق، المطابق، الصحيح، نقيض الباطل، كلها مفردات في اللغة العربية تعني الحق. وأما في القرآن الكريم، وهو السياق الذي يفترض أن نذهب إليه لنفهم معنى الحق في كتاب الله تبارك وتعالى، فقد جاءت كلمة الحق كمفردة من المفردات ما يقارب أو تقارب 300 مفردة أو تقريبا 283 في سياق المعنى بالاسم أو بالفعل، وتحمل مجموعة من المعاني، والمعاني هذه لا يمكن أن تفهمها إلا من خلال السياق. فترد أحيانا كلمة الحق في القرآن الكريم ويكون الحديث عن الله تبارك وتعالى، فالله هو الحق، وأعظم الحق هو الله، يعني هذه بلا نزاع. واسم من أسماء الله تبارك وتعالى اللي هو اسم من أسماء الله الحق، ذلك بأن الله هو الحق، فالله هو الحق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى منفي عنه الباطل تماما، فالله هو الحق، وما يصدر عن الله أيضا هو الحق، وأفعاله حق، وأقواله حق، وما يخبر به تبارك وتعالى أيضا هو الحق. فستلاحظ بأن مفردة الحق تستوعب كل هذا السياق، فتأتي بمعنى الله، وتأتي بمعنى الإسلام، دين الحق والذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق، وتأتي بمعنى التوحيد، دعوة الحق، وتأتي كذلك لفظة الحق بمعنى النصيب والنصيب والحظ، ما لنا في بناتك من حق، وتأتي كذلك بمعنى الأولوية،
نحن أحق بالأمر منه. فهذه كلها سياقات، هذه كلها سياقات، وعلى كل يمكن أكثر من 14 معنى يمكن إن شاء الله الحلقة لا تتسع لأن نقف عليها جميعا، لكن في حدود 14 معنى ترد في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن أهم ما يعنينا في ذلك مسألة الثبات والوجوب والمطابقة. فإذا حدثت بحديث لا بد هذا الحديث أن يكون مطابق للواقع ليكون حقيقة. أما إذا حدثت عن حديث ولم يكن مطابق للواقع فقد يكون شكوكا، وقد تكون أوهاما، وقد يكون أباطيل. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه الحق، ويصف كتابه بأنه الحق. من هنا يمكن إن شاء الله أن نستوعب قول الله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. هنا نلاحظ أن الحق من معانيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن بني إسرائيل خاطبهم الله تبارك وتعالى مباشرة في هذا السياق، بحيث في البداية خاطبهم للخروج من الضلال عن طريق وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فإن آمنوا خرجوا من الضلال. لكن هنالك سياق آخر: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بني إسرائيل آتاهم الله كتابا، بعث الله لهم رسولا. في لحظة وجود الرسول ووجود الكتاب كان الأمر واضح أن هذا وحي الله تبارك وتعالى، وما فيه هو الحق المنزل على موسى عليه السلام. ولكن مع مسيرة بني إسرائيل حصل هنالك تحريف، وحصل هنالك تبديل، وحصل هنالك تلبيس. فمثلا مما جاء في كتابهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هو الرسول الخاتم الذي يختم الله به الرسالات. فأراد هؤلاء أن يخرجوا من هذا الأمر الواضح عندهم بأن والله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هو رسول، ولكنه رسول للعرب، وبدأوا يستشهدون ببعض الآيات من كتاب الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فقالوا هذا رسول الأميين وليس رسول لنا أو رسول العالمين. فهذا مما يدخل في التلبيس. وكثير من الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصف بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخفوها. فهذا التلبيس والتخليط هو حالة الاختلاط الذي يؤدي إلى أن يظهر الشيء على غير مظهره. ومنه كلمة اللباس. كلمة اللباس أنه نحاول أن نخفي بعض الأشياء ونظهر بمظهر على خلاف ما هو موجود، لأننا نغطي العورات ونغطي ما هو ينبغي أن يستر، فنظهر بمظهر معين. فهذا التلبيس واللباس. ولا تلبسوا الحق بالباطل. هنا نلاحظ بأن مسألة التلبيس هذه ليس مخصوص بها بنو إسرائيل. بطبيعة الحال هي عامة، وإن شاء الله سنفصل فيها. لكن نهاهم الله تبارك وتعالى هنا عن التلبيس وهو التخليط، ونهاهم أيضا عن موضوع كتمان الحق. هذه إشكالية كبيرة جدا، وهو أن الحق إن لم تتبعه وتعمل به وتحاول أن تبعد نفسك عنه فإنك تسعى إلى الإضلال، خلاف الضلال. الضلال إنك لا تؤمن بالشيء، لكن الإضلال أنك تعمل على السعي الدؤوب في سبيل أن لا يصل الحق إلى الناس من خلال التلبيس ومن خلال الكتمان. هاتان الوسيلتان، بعض الناس يلبس الحق بالباطل، وبعض الناس يكتم الحق الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسوله. وأنتم تعلمون، هذه طبعا فيها نكاية، لأنهم يعرفون بأن والله فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، ويعرفون أوصافه كما قال الله تبارك وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يكتمون الحق ولكنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا هنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقرع هؤلاء ويوبخهم: كيف أنتم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق مع علمكم بهذا الأمر. وهذا طبعا أبعد في الضلالة. يعني فرق بين أن الشخص لا يعرف الحق وبين أن يعرف الحق ويكتمه. هنا أيضا نلاحظ بأن كثير من المظاهر حقيقة التي تحصل في واقعنا المعاصر أو تحصل في واقع المعاصر مما يعني هنالك نوع من التلبيس للحق بالباطل. فكثير من الناس والعياذ بالله ظهروا من خلال منصات إعلامية ومراكز بحثية في محاولة تلبيس دين المسلمين، فيعملون على التشكيك في كتاب الله، التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبا في البداية يبدأون في التشكيك بالسنة، تشكيك في رواتها، التشكيك في وصولها، التشكيك في يقينها، التشكيك في حجيتها إلى غير ذلك. فإذا وصلوا إلى هدم السنة
خاصة صحيح البخاري ومسلم، ذهبوا بعد ذلك إلى التشكيك في كتاب الله، لأن منظومة الجاهلية تعمل في واقعنا المعاصر من خلال التشكيك في مصادر التشريع، وبالتالي الله تبارك وتعالى أيضا يوجه لهم الخطاب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكونها نزلت في بني إسرائيل لا يعني أنها خاصة بهم، ولكنها عامة لجميع الخلق، ولا تلبس الحق بالباطل. فمما يندرج عموما في هذا السياق أيضا أن مما يندرج في هذا السياق أيضا موضوع استقبال الأموال واستقبال كذلك المعونات التي تحاول أن تعمل في المسلمين تضليلا، وتنشئ لهم المراكز وتنشئ لهم وسائل الإعلام، ويحرص هؤلاء على التشكيك المستمر في كتابه. المطلوب عموما في قضايا الحق أن نؤمن بالحق ابتداء الذي نزل من الله تبارك وتعالى، وأن نتبناه وأن نعتز به. الأمر الثالث أن ندعو إليه، ندعو إلى الحق وتواصوا بالحق، وكذلك أن نصبر على الأذى الذي يلاقينا في هذا الحق وفي هذا السبيل. ختاما أيضا من المهم جدا أن ندرك أن قضايا الحق لا تعرف إلا بالبينات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبينات التي يطالب بها الإنسان في قضايا الحق أن هذا الحق إن كان غيبا لا بد فيه من وحي، وإن كان حقائق طبيعية لا بد فيها أيضا من علم يكشف لنا حقائق الأشياء، وإن كان حقائق إنسانية كذلك بنفس الطريقة. على كل الإنسان يطالب بالبينات. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فهنالك فرق بين البينة وبين التزيين. النفس تزين لك أشياء كثيرة، ولكن البينات قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيضا من المهم جدا أن ندرك أن الحق لا يعرف بالأكثرية، فليست القضية أن والله أكثر الناس يتبعون شيء معين فمعنى ذلك أنه على الحق، بل كثير من الناس الله تبارك وتعالى يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وذم الأكثرية في كثير من المواطن. لماذا؟ لأن الحق يبنى على البينات ولو كنت وحدك. كذلك الحق لا يعرف بالنتائج، فأنت لا تقول والله يا أخي نتائج العمل في هذا السبيل الذي هو سبيل الله سبحانه لم يسفر لنا شيء، لأنه قد يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. كذلك الحق لا يعرف بالآبائية والتقليد، يعني لا يمكن أن تقول في قضايا الحق إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، الحق شيء مختلف عن التقليد، إنما يتلقى عن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، ويلهمنا وإياكم الحق، ويجعلنا سبحانه وتعالى ممن يتبعون الحق ويهتدون إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.